ما راح أحكي، لأنه مثل ما قلت لكم أنا بكره السياسة. إذا كان هذا الرجل موضوع على قوائم وضعته أمريكا على قوائم الإرهاب، أنا بصراحة ما بيهمني أمريكا أبدا. وإذا كان هي وضعته على قوائم الإرهاب أو هي صنعته لهذا الإنسان واللي معه واللي كذا يصنع. إذا هو ذئب مثل ما عم يقولوا دول تانية، عم يقولوا إنه هو ذئب بهيئة حمل، بشكل حمل، أوكي، أنا موافق إنه يكون في ذئب سوري بهيئة حمل. إذا هن هيك عم يحكوا عنه فأنا موافق، أنا قبلان. وصح بلادنا بلاد فسيفساء، وصح أنه فيها قوميات وطوائف وكل شيء، بس أنا بقول أنا عربي كردي شركسي سني شيعي علوي يزيدي أنا كل طوائف سوريا، أنا عربي، أنا سوري. فلذلك شو ما كان، شو ما عم بيصير، شو رح يصير، هذا أمر الله عز وجل، تمام؟ وكل شيء بهاي الحياة حبيبي يا عبود، حبيبي والله عم بحكي شغلة ما رح أقدر أقبلك يا عبودي حبيبي. كل شيء بهاي الحياة، كل شيء عم بيصير رب العالمين كاتبه. نحن بهاي الحياة رحلة قصيرة، تمام؟ بهاي الحياة رحلة قصيرة، وكل شيء مكتوب باللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب باللوح المحفوظ. إذا كان في إذا إجت أمريكا حكت على حدا سوري إنه هو هيك، فأنا لا يعنيني شو حكت. لا أمريكا ولا أي دولة بالعالم، أنا يعنيني هدول الناس يلي ماتت بالأمهات، أمهات الشهداء، وهدول المعتقلين اللي عم نشوفهم بالسجون. أنا بيهمني هدول يلتئم جراحهم ويعيشوا حياة كريمة. أنا بيهمني مو إنه يتعوضوا، الله بيعوض، ما حدا بيقدر يعوض الضنا، ما حدا بيقدر يعوض الولد، ما حدا، بس بيهمني إنه العدالة تاخذ مجراها ببلادنا بس. هذا الكلام حكيناه لله وللتاريخ، ما رح نحكي سياسة أبدا، ولا إلنا علاقة بالسياسة. نحن باللايفات تبعاتنا ما بنحكي سياسة، ما بنحكي بالدين والطوائف، ما بنحكي إلا بنور الله عز وجل. بنحكي عن رب العالمين اللي هو وسعت رحمته كل شيء. ممكن نحكي عن الله عز وجل، قدرة الله، الجمال رب العالمين، شو خلق بهي الحياة، آيات الله عز وجل، كيف خلق الشجرة كيف بتنبت، بيطلع الثمر من هاي الشجرة، كيف رب العالمين خلق هالكوكب هذا، الكون، الأكوان، شو هالعلوم اللي موجودة بهاي الأرض، نتعلم من هاي العلوم. هذا اللي بنحكي فيه. نحن أعوذ بالله من كلمة أنا، كلنا لألكن شغلة. دائما الفنانين اللي بيطلعوا على القنوات الفضائية دائما أول ناس يعني هن بالواجهة، وين ما كان هن بالواجهة. وأنا بقولكم إنه الفنانين قياديين، لا مو شرط يكون الفنان قيادي يعني، ومو شرط يكون رأيه صح يعني،
ولا أي فنان رأيه صح. ممكن يكون مو شرط إنه الفنان يعني هو بقى الكل بالكل، لا أبدا أبدا. الفنان مو الكل بالكل أبدا، ولا أي إنسان هو الكل بالكل أبدا أبدا. من بعد أنا برأيي من بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما عاد في إنسان مهم يعني بهي الحياة لهي الدرجة، لدرجة أنه يوازي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد طلع لوحده، كان معه أبو بكر، كان معه أبو بكر الصديق، وكان معه ببداياته علي بن أبي طالب، وكان معه وكلهم مع حفظ الألقاب كلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصدقائه أول ما طلعوا، وزوجته خديجة، وطلع غادر مكة 10 سنوات. غادر هرب من مكة 10 سنوات، راح على المدينة وقعد بالمدينة وقوي، وحاول انه يعمل الدعوة، وصار في حروب هجموا عليه مرتين ببدر وبأحد وبالخندق 3 مرات، وحاول انه يعمل ينشر تعاليم الله عز وجل. يعني حاول انه يقول انه الله واحد، ما في اصنام، لا تعبدوا اصنام الى اخره. كلياتكم تعرفوا هذا الموضوع، كلياتكم تعرفوا السيرة. فبعد 10 سنين رجع، تخيلوا بعد 10 سنين رجع على مكة وفات على مكة، والحمد لله رب العالمين انتشر من 1400 سنة. شوفوا شو عمل سيدنا محمد من 1400 سنة. طبعا هاجر، هو طبعا هاجر مو هرب يعني، طبعا هاجر بس هو هرب من قتل المشركين ما يعني، طبعا هو هاجر. المهم يعني ضيقوا عليه كتير ضيقوا عليه. المهم هذا الشيء يعني عم يجوا لعندي الحمامات، سبحان الله. حبيبي يا بدر، هذا الشيء شو خلى عند الناس؟ هذا الشيء خلى سبحان الله شو كبار هالحمامات. 1400 سنة ذكر ودعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام موجودة من 1400 سنة، شاء من شاء وأبى من أبى. وكذلك الأمر سيدنا المسيح عليه السلام كمان من 2000 سنة موجودة، دعوته موجودة لله عز وجل، للسلام ولكل شيء. كذلك الأمر سيدنا موسى عليه السلام كمان دعوته موجودة لله عز وجل من 3300 سنة موجودة. فلذلك اللي بيدعي لله بيضل موجود بهي الحياة، اللي بيدعي لله عز وجل ولا توحيد الله عز وجل هذا بيضل موجود بالحياة. عدا عن ذلك لهيك السياسة ما بينحكى فيها، لهيك قد يكون عندي رأي سياسي، قد يكون انه انا بفهم، بس ما بيهمني انه اكون بفهم بالسياسه لانه ما بشتغل فيها. انا بشتغل بالفن انه انا لما بعمل شخصيه معينه مثلا لكم تحسوا بهي المشاعر، نتعلم من مثلا انه صار في موقف معين، نتعلم من هذا الموقف ونحس بهذا الموقف ونتاثر بهذا الموقف. مثل انت لما بتصوم مثلا، ما بدي شبه ابدا يعني، بس انه انت بالصيام لما بتصوم، انت ليش بتصوم مشان تحس بالفقراء. يعني انت بيكون معك مصاري وبتاكل وبتشرب كذا، بيجيك شهر بهذا السنه لازم تصوم. ليش لازم تصوم؟ مشان تحس بالفقراء. الفقراء هدول اللي عم يصوموا، هدول الفقراء هدول ما عندهم اكل، ما عندهم شرب، ما عندهم كذا. فهمتوا علي كيف؟ فنحن بنحس فيهم. فلذلك لما بتشوف انت فقير، واما السائل فلا تنهر، فلما بتشوف فقير انت بالحياه بيجي بيسالك ممكن تعطيني؟ اعطيه فورا، اعطيه. يعني لا شو ما بتعمل. الا والله العظيم اني من ألد اعدائك، اقسم بالله اني من ألد اعدائك، اقسم بالله اني من ألد اعدائك يا ابليس. شو ما بتعمل. هيا يا ابو احمد، شكرا لك، شكرا يا كوردو، شكرا. المهم هذا الكلام اللي حكيناه نحن، هذا الكلام اللي عنا حكينا. ما بدي كمل خلاص، ما بدي كمل، انزعجت
ماجد، انزعجت حبيبي يا ماجد، انزعجت يا اخي، انزعجت.